السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مشاكم وتوات وإياكم من الجنة منزلا. مرحبا بكم في المجلس العاشر من قراءة ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ترجمة 120 صفحة 78. وصلنا إلى ترجمة 120. كبر الشاشة قليلا. طيب، تاء قلنا هذا رمز الترمذي رحمة الله عليه، الترمذي أو الترمذي على خلاف في الضبط، وهذا يرجع إلى ضبط اسم بلده رضي الله عنه. هل هي ترمز أم ترمز؟ فمن قال ترمز قال الترمذي، ومن قال ترمز قال الترمذي. على أي حال، قال إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي، وكان الحارث بن معمر بن مهاجر الحبشة. قال وكان الحارث بن معمر من مهاجرة الحبشة، هو ولد له بالحبشة حاطب. وإبراهيم هذا مدني مقل يعني أحاديثه قليلة، ومدني فإنه من المدينة المنورة. ما علمت فيه جرحا، هذا كلام الذهبي رحمه الله. قال وروى عنه أبو النضر والقعنبي. ومن غرائبه حديثه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب. قال الترمذي حسن غريب. إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي المخرمي لأن الراء مشددة بالكسر. قال روى عن القوارير. طبعا يا جماعة، مسألة أسماء الرجال هذه لا تؤخذ بالقياس، بل لابد من تشكيلها. وكان السلف رحمهم الله كانوا يشكلونها بالشكل هكذا، وأحيانا يكتبونها كتابة. يقولون مثلا ميم أو خاء موحدة يعني عليها نقطة واحدة، أو يقولون التاء المثناة، هلم جرا. طيب، قال روى عن القواريري وسعيد الجرمي وطبقتهما. طيب، لكن أنا أريد أن نرجع هنا. إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي. قال وكان الحارث بن معمر من مهاجرة الحبشة، فولد له بالحبشة حاطب. يعني حاطب هذا مولود بالحبشة رضي الله عنه، والحارث هذا الحارث بن معمر هذا من مهاجرة الحبشة رضي الله عنه. إبراهيم هذا حفيد حاطب، إبراهيم بن عبد الله بن الحارث. طيب، وقال فيه الإسماعيلي صدوق، لكن قال الدارقطني ليس بثقة، حدث عن ثقات بأحاديث باطلة. قلت آخر من تأخر من أصحاب هذا أبو حفص بن الزيات. وساق الخطيب بالطريقين عن المخرومي أو المخرمي المخدمي بالراء، سواء نرجع اسمه المخرمي. نعم. طيب، بالطريقين عن المخرمي. حدثنا القواريري حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوحي إلى الحفظة لا تكتبوا على الصوام بعد العصر سيئة. قال الدارقطني: هذا باطل. الحسين بن محمد بن عبيد الدقاق في جزء عام سمعناه من طريق ابن برهان الغزال عنه قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن رجاء حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر كتب إلى سعد: إذا أتاك كتابي فادع مضله ابن معاوية وجهزه في 300، وقل له امضي إلى حلوان. فأتاها فرزقه الله تعالى وأصابوا متاعا كثيرا وأثاتا. قال: وأرهقهم العصر فالجأوا الغنيمة إلى سفح الجبل، فقام مضلة فأذن فقال: الله أكبر الله أكبر. فأجابه مجيب من الجبل: كبرت كبيرا يا مضلة. الحديث. مات أبو إسحاق المخرمي في سنة 3400، وأما أبوه فصدوق يروي عن ابن عيينة. إبراهيم بن عبد الله بن همام الصنعاني عن عمه عبد الرزاق. هذا الإمام صاحب المصنف. قال الدارقطني كذاب، يعني إبراهيم هذا إبراهيم بن عبد الله بن همام الصنعاني. قلت
من مصائبه عن عبد الرزاق عن الثوري عن حجاج عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا: من خاف على نفسه النار فليرابط على الساحل 40 يوما. وقال ابن عدي: حدثنا ابن قتيبة العسقلاني حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن همام أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن حميد عن أنس مرفوعا: صلاة على كور العمامة يعدل ثوابها عند الله غزوة في سبيل الله. وله عن عمه عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: الضيافة على أهل الوبر وليس على أهل المدر، فهذه الأشياء من وضع هذا المدبر. طيب، إبراهيم بن عبد الله بن سفرقع. قال إبراهيم بن عبد الله بن سفرقع قال أبو الفتح بن أبي الفوارس كذاب يضع الحديث. ساء الترمذي قال في القزويني صح. قلنا هذه مما أشار إليها ابن حجر كما نقل ذلك المحقق على أن هذا يعني يصحح المترجم له الذهبي رحمه الله. إبراهيم بن عبد الله بن حاتم أبو إسحاق الهروي. طيب، قال هذه الترجمة لم ترد في النسخة خاء واحد، وقد سلفت مختصرة بعد الترجمة 115. ثم البغدادي الحافظ الثقة أحد أعلام الحديث، مولده بعد الخميس، قال بعد 50 و100 بقليل، وارتحل في هذا الشأن، سمع من إسماعيل بن جعفر وابن أبي الزناد عبد العزيز الدارودي وخلف بن خليفة وهشيم وجرير وابن علية وطبقته. روى عنه الترمذي وابن ماجه والحارث بن أبي أسامة وابن أبي الدنيا في تصانيفه، والمعمري وموسى بن هارون وجعفر الفريابي وأحمد بن فرح المقرئ وأحمد بن الحسن الصوفي الصغير وخلق. أنبأنا ابن علان وغيره أن الكندية أخبرهم، أنبأنا القزاز وأنبأنا الخطيب، أنبأنا علي بن محمد بن علي الإيادي وحدثنا ابن خلاد بن العطار حدثنا حارث بن محمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفراء. نوء من الأنواع غريب تفرد به إبراهيم فيما أظن. قال صالح جزرة، طبعا صالح جزرة هذا لا سمي جزرة لأنه روى حديث خرز فقالها جزرة. على أي حال، سمعت إبراهيم بن عبد الله يقول: ما من حديث هشيم إلا وقد سمعته ما بين 20 مرة إلى 30 مرة، وكنت أوقفه. كنت أسمع من سعيد الجوهري والد إبراهيم. قال جزرة: أعلم الناس بحديث هشيم عمرو بن عون وإبراهيم بن عبد الله أصله هروي كان ببغداد. أبو زرعة الدمشقي: سمعت رجلا قال ليحيى بن معين: عمن يكتب حديث هشيم؟ قال: عن إبراهيم الهروي وسريج بن يونس. طبعا هذه معلومات لابد أن تقيد إن شاء الله في الكناشة التي ذكرتها لكم. طيب، وقال يعقوب بن شيبة: أنبأنا عبد الله ابن هبيرة قال: سمعت يحيى بن معين قلت: من أصحاب هشيم الذي يعتمد عليهم؟ قال: إبراهيم الهروي ومحمد بن الصباح الأدلبي. وقال ابن معين: الهروي أكيسهما وأيقظهما. والحسين بن إدريس الهروي. قال أبو داود السجستاني: إبراهيم الهروي ضعيف. قال النسائي: ليس بالقوي. قال أحمد بن محمد بن محرز: سألت ابن معين عن إبراهيم بن عبد الله قال: لا بأس به. وقال صالح جزر صدوق. وقال إبراهيم الحربي: كان إبراهيم الهروي يديم الصيام إلا أن يأتيه أحد يدعوه إلى طعام فيفطر. قال: وكان أقول يأكل حملا وحده. الله أكبر، كان يأكل حملا وحده. طيب، هذه تكتب أيضا. وقال الدرقطني: هو ثقة. وقال الحارث بن محمد: مات سنة 44 و200 في رمضان بسامراء. طيب، يا العراق يعني. على أي حال، إبراهيم بن عبد الله السعدي النيسابوري صدوق له عن يزيد بن هارون ونحوه. قال أبو عبد الله الحاكم: كان يستخف بمسلم فغمزه مسلم بلا حجة.
وهذه تكتب لأنها من كلام الأقران بعضهم في بعض، من كلام الأقران بعضهم في بعض. إبراهيم بن عبد الله حكى عن مالك قال الخطيب شيخ مجهول، روى عنه فضل المكي لا يعرف أيضا. مكرر إبراهيم بن عبد الله الصاعدي روى عن ذنون المصري عن مالك خبرا باطلا متنه: إذا نصب الصراط لم يجز أحد إلا من كانت معه براءة بولاية علي. طبعا هو واضح الكذب أو افتراء هذا الحديث. ذكره ابن الجوزي في الموضوعات قال إبراهيم متروك الحديث. إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عفير من ذرية سيف بن ذي يزن عن عمه حدثني عمي قال سمعت أبي وعمي عن أبيهما عن جدهما أن عبد العزيز بن السفري وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، فهؤلاء لا يدرى من هم. روى عن هذا ابن منده دال أبي داود وتلمذ إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي. قال ابن عدي يروي عن الثقات مناكير يمكن أن تكون من الراوي عنه. روى عن جعفر بن سليمان وطائفة قلت مات قبل الكهولة. البخاري دال النسائي سين دال أبي داود سين النسائي. إبراهيم بن عبد الرحمن الكسكسي عن عبد الله بن أبي أوفى كوفي صدوق لينه شعبة والنسائي ولم يترك. قال النسائي ليس بذاك القوي وخرج له البخاري. وقال أحمد ضعيف. وقال ابن عدي لم أجد له حديث منكر المتن خاصة أن يخرج له البخاري رحمه الله، فهذا يقوي ساحة الرجل. مكرر إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخوارزمي عن عاصم الأحول وابن جريج، وعنه الفضل بن موسى السيناني وعيسى غنجار ومحمد بن سلام البيكندي. قال ابن عدي أحاديثه ليست مستقيمة. قلت هذا هو ابن بيطار الذي مر. وذكر له ابن عدي من طريق السيناني عنه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عارض جنازة عمه أبي طالب فقال وصلتك رحم وجزيت خيرا يا عم. وهذا خبر منكر. ليش؟ واضح نكارته، حتى نكارة المتن إن أبا طالب مات كافرا. كيف يقول ابن عباس رضي الله عنه وجزيت خيرا؟ كيف يجاز خيرا؟ بل هو كافر عمله الله بعدله. طيب، قال إبراهيم بن عبد الرحمن العذري تابعي مقل. قلنا كلمة مقل يعني أحاديث بكثيرة. تابعيون أو التابعي هو من رأى الصحابة رضوان الله عليهم ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار في مسألة التابعي. قال ما علمته وهي أرسل حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. رواه غير واحد عن معن بن رفاعة عنه وعن معان بن رفاعة عنه. ومعان ليس بعمدة ولا سيما أتى بواحد لا يدرى من هو. طيب 6. نقل العراقي في التقييد والإيضاح تصحيح أحمد للحديث اللي هو هذا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. طيب سواء احنا بس عشان لا ننسى هذا الكلام يؤخذ إن شاء الله، وأيضا نأخذ تعليق المعلق ونكتبه إن شاء الله. قال صحح أحمد الحديث وقوله في معان لا بأس به. ثم نقل تعقيب ابن القطان له في الوهم والإيهام بقوله خف على أحمد من أمره ما علمه غيره. ثم قال العراقي روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة. طيب سواء بس هو العراقي رحمه الله يقول هنا صحح أحمد هذا الحديث وقوله في معان لا بأس به، يعني هو قال أن معان هذا لا بأس به. فنقل ابن القطان ثم نقل كلام ابن القطان، يعني العراقي نقل كلام ابن القطان له قال خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره. ليش؟ لأن معان هذا يعني كما قال الذهبي ليس بعمدة. قال فابن القطان يقول أن أحمد رحمه الله ما عرفه غيره، لهذا يعني ضعفه غيره وصحح أحمد الحديث من طريق معان هذا.
لكن العراقي قال روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة. هؤلاء الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة وابن عمرو وجابر بن سمرة وأبو أمامة، وكلها ضعيفة. يعني هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا مرسل، ليش؟ لأنه من مراسيل إبراهيم من التابعين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. لكن العراقي يقول لك ومع ذلك روي عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، لكن المشكل أنها كلها ضعيفة، كل الطرق لهؤلاء الصحابة علي وابن عمر وأبي هريرة وابن عمرو وجابر وأبي أمامة كلهم رضي الله عنهم، كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل. هذا كلامه والله أعلم. لكن على أي حال ما زال أهل العلم يذكرونه. طيب، قال مكرر إبراهيم بن عبد الرحمن الجبالي الجبوري. أحيانا يا إخوان تكون صعبة في نطقها، نسبة إلى جبل بين بغداد، نسبة إلى جبول بين بغداد وواسط، توضيح مشتبه. وقع في دال نسخة دال الحبولي. طيب، الله المستعان. عن عاصم الأحول بخبر منكر في السواك لا يدرى من ذا، وهو خوارزمي إن شاء الله. الترمذي إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد عن تابعي وعنه أبو غسان محمد بن مطرف وسلم بن قتيبة لا يعرف. قزويني إبراهيم بن عبد السلام، طبعا قزويني يا جماعة ابن ماجه رحمه الله، المكي عن ابن أبي رواد ضعفه ابن عدي وقال عندي أنه يسرق الحديث. روى عنه محمد بن عبد الله بن سابور حديثا منكرا، إن هذه القلوب تصدع. هذا معروف بعبد الرحيم بن هارون الغساني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر. إبراهيم بن عبد السلام الوشاء عن أبي كريب ضعفه أبو الحسن الدرقطني، روى عنه الطبراني وأبي بكر الشافعي، توفي في مصر. إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد أبو إسحاق الهاشمي العباسي أمير الحج، روى الموطأ عن أبي مصعب. طبعا رواية أبي مصعب من الروايات الجميلة عن الإمام مالك رحمه الله. قال ابن أبي شيبان القاضي رأيت سماعا بالموطأ سماعا قديما صحيحا. وقال أبو الحسن قال رأيت سماعه بالموطأ سماعا قديما صحيحا. وقال أبو إسحاق علي بن لؤلؤ الوراق رحلت إلى سامراء لأسمع منه موطأ فلم أرى له أصلا صحيحا فتركته وخرجت. طيب، نحن عندنا ابن أم شيبان يقول رأيت له سماعه بالموطأ وسماعه قديم صحيح، وأبو الحسن هذا يقول يعني لم أرى له أصلا صحيحا فتركته وخرجت. قلت وقع لنا جزء البانياسي من حديثه عاليا والموطأ ولا بأس به إن شاء الله. هذا الكلام يكتب لأنه فيه تصحيح لرواية أبي مصعب من طريق إبراهيم هذا. قال مات سنة 25 و300 وهو آخر من روى في الدنيا عن أبي مصعب. الله أكبر، هذه تكتب. ليش؟ عن هذه هامة. آخر من روى عن أبي مصعب يعني موطأ إبراهيم هذا. طيب، يروي عنه الدارقطني وأبو حفص الكتاني وطائفة آخرهم أبو الحسن بن الصلت المجبر، وأيضا هذا يكتب. طيب، تحديث الموضوع جعفر. طيب، تاء ترمذي سين النسائي صح قلنا أي المترجم له يصحح روايته عند الذهبي رحمه الله. إبراهيم بن عبد الملك أبو إسماعيل القناد روى عن قتادة وغيره. قال العقيلي يهم في الحديث، وقال النسائي لا بأس به، ضعفه زكريا الساجي بلا مستند. طيب، قال ذكر ابن حجر في تهذيبه أن الساجي نقل تضعيفه عن ابن معين ثم قال
وأي مستند أقوى من ابن معين. ثم ساق له حديثين عن قتادة عن أنس أوردهما العقيلي في الضعفاء، ثم قال كلاهما غير محفوظ من حديث قتادة. ونقف على الترجمة 136، لأنه الآن يعني لنا 20 دقيقة، فهذا إن شاء الله جيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.